عسلامة عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد وفي رسالة جديدة. اليوم كالعادة طليت عليكم بحويجة بنينة على الاخر باش نطيبوا من بعضنا كسكسي تونسي زمني بالحمص والزبيب. كسكسي الفروحات متاعنا التونسية، بما انه صيف قلت خليني نعمل لكم حويجة كيما هكايا بنينة وزمنية هكا. اللي ما عندوش فكرة على الكسكسي متاعنا ومازال في البدايات متاعو قاعد يتعلم، هكا ياخو فكرة ويطيب منه بقدرة ربي ينجحله. وإلا اللي عنده هكا طهور ولا عنده حاجة، الكمية اللي باش نعملها متاع كيلو هكا يضاعف الكمية على قد ما يحب. المكونات نتاعنا كما قاعدين تراو فيهم في الفيديو. توا هوني وريتهم لكم هكايا، ومن بعد كل ما نحط حاجه نعطيكم القياس نتاعها بالضبط. حطيت هوني شويه حمص وعندنا زبيب ولوز، هوني الفحات، الطماطم نتاعنا، اللحم، الكسكسي اللي باش نستعمله، شويه فلفل. هذم المكونات الكل نتاعنا. هوني خديت قرون الفلفل باش نحط لهم شويه ملح نبننهم بالطبيعه قبل ما نقليهم. فلفل حار انا عملته، خديت كاين 4 جرينات، انتم بالطبيعه كما تحبوا تحطوا. العادات التونسيه متاعنا ماذا بينا ما ننساوهاش. هوني خديت مقفول متاعنا، صبيت فيه شويه زيت نباتي وحطيت الفلفل باش يتقلى. هذه حويجه تخلي لنا الكسكسي متاعنا يكون بنين على الاخر. معروف الفلفل المقلي مع الكسكسي يجي بنين برشا، وخصوصا كي نقليوه في نفس الطنجره اللي باش نطيبوا فيها الكسكسي تزيدوا بنا بالطبيعه. هوني سيتقلاو باش نخرجهم ونحطهم في صحن ونحط البصل ونبدا في التفويح متاع الكسكسي متاعنا. كما قاعدين تراو فيه الكسكسي التونسي كل واحد وطريقته بالطبيعه. هوني سخنت كسرونه متاع ماء، حطيت عليها الحمص، حطيت شويه كركم وشويه ملح، ما تكسروش. كان من بعد ناقص تنجموا تزيدوا. توا نرجعوا للكسكسي متاعنا، نقصت في الغاز شويه باش ما يتحرقليش البصل. حطيت شطر بصله هكاكا، يعني بصله كبيره بالكدا، حطيت الشطر متاعها. نجموا تعملوا بصله صغيره. تقلى شويه البصله متاعنا باش نحط له 3 مغارف مليانين متاع طماطم، مليانين بالكدا بالكدا، ولا تنجموا تحطوا 4 مغارف ما همش مليانين. المهم الكيلو كسكسي عليه 3 مغارف مليانين. حطيت الطماطم باش تتقلى شويه كما قاعدين تراو فيها. من الاول ما نحط لهاش الماء ونخليه يتقلى بالكدا بالكدا. هوني حبيت نوريكم نوعيه الطماطم، عملت بتو باغي، شوفوا التكستور نتاعها محلاها من داخل ولونها مزيان برشا. الحاسيل ونرجعوا توا للطنجره نتاعنا. لفاحات عندي مغرفه فلفل اكحل صغيره، مغرفه كركم، مغرفه تابل، ذوما كل مغرف نتاع قهوه، مغرفه نتاع قهوه مليانه ملح، وعندي مغرفه نتاع ماكله فلفل زينه، ومغرفه فلفل المهروش هذاك ما همش حارين بالطبيعه. اللي يحب يعمل الحار يعمل على روحه. تقليو كل مع بعضهم، زدت شويه ماء دوبه شويه برك مش برشا. وباش نبدا نحط اللحم. راهو الكسكسي التونسي كل واحد وطريقته في التطيب. انا هوني حطيت شويه تابلو كرويه، هذاك الحمص يطيب وهذاك الماء قاعده نسخن فيه باش نمرق به. انا حطيت تابل، تنجموا ما تحطوش خاطر فما ناس يحطوه فما ناس ما يحطوهوش. باهي هذا اللحم متاعنا توا حطيته باش نقليه شويه مع المرقه هذيك باش تدخل فيه اللفاحات الكل. ومن بعد نخليه دوبا يتقلى شويه مش برشا على غاز منقصه فيه باش ما يتحرقليش. ومن بعد عاد نصب الماء ونخليه يطيب على راحته ساعه من زمان ولا حتى اكثر. انتم واللحم اللي عندكم تجبدوا لحمه هكا تشوفوها طابت ولا هكا تطفيو عليه. انا باش نحط هوني الماء بريسك الكل باش نبديك ما نزيدش، ونغطي عليه ونخليه يطيب على راحته. هذا بريسك الكسكسي متاعنا، المرحله الكبيره اللي فيه والصعيبه كملناها. الماء ماذا بكم يكون سخون باش الكسكسي متاعنا يجي بني. وتنجموا زاده تحطوا له لا اله الا محمد رسول الله، عود قرنفل ولا قرفه كل واحد شنو يحب. انا الحق الفلفل الاكحل نكتفي به والكركم يبنوا بالكدا. هوني خديت قلايه صغيره حطيت فيها مغرفه متاع قهوه زبده ومغرفه متاع ماكله زيت نباتي. وباش نحط عليهم اللوز اللي عندي حكاية 100 جرام لوز مقشر، باش نقليها شوية هوني ولا نحمصها باش يجيني لونها مزيان وتجيني هكا تتقرمش. حاجات انا نعطيكم اللي عملته الكل، وانتم اللي تحبوا تستغنوا عليه تحسوه هكا زايد ولا ما. هو راهو يعطي منظر وبالطبيعة بنا معناتها. انا حبيت نعمل معاكم الكسكسي متاع الافراح معناتها، هذا شنو قصدي. لا اله الا محمد رسول الله. وكتقلى شويه هوني خديت باكل الكسكسي نتاعنا. انا نستعمل كسكسي دياري هذاك الجويد مكتوب عليه رقيق. صبيته في التبسي متاعنا، حطيت له شويه زيت، حطيت له مغرفه متاع قهوه ملح مليانه ومغرفه متاع قهوه كركم. الزيت حكايه 4 مغارف متاع ماكله هكاكا. وباش نبدا نبسس فيه بيدي هكايا باش من بعديك كي يفور ما يكعبرليش وما يلصقليش في بعضه. الزيت هذاك خليه يجي فارق كل كعبه وحدها.
بعد ما حطيت هذوكم وخلطته زدت شويه ماء هكاكا باليد، هكايا ماء بالسباله معناتها مش سخون، وباش نحطه في الكسكاس نتاعنا ونحطه يفور حكايه 4 دراج هكاكا. ومن بعد نقولكم شنو باش نزيدو نعملو. نجمو تعملوا اي كسكسي عندكم، وبالطبيعه الطريقه المستانسين طيبوا بها الكسكسي متاعكم طيبوا بها يعني، قصدي تفوروه مرة ولا زوز ولا كيف يعني انتم والطريقة المستانسين بها. واللي جددوا أول مرة معناتها يطيبوا مع رايس جدد، هاو الطريقة هذه تبعوها. هوني المرقة متاعنا بريسكاك غليت بالكدا وقرت زيتها، حطينا الكسكسي بعد حكاية ساعة غير 4 هكاك، ما نحطش من الأول لأن الكسكسي فور. هوني مهم هوني فور التفويرة الأولانية وصايي هبطته وحركته، وباش نصبله هوني شوية ماء دافي ونزيد نحركه بعد نخليه يرتاح شوي، موش سخون يحرق دافي يعني نجمو نمسوه بيدينا يعني ما يحرقش. نزيد نحركه شويه ونخليه حكايه تدريجين يشرب داك الماء هذاك، ومن بعد باش نصبه في التبسي نحركه ونبدا نصبله المرقه نتاع الكسكسي نتاعنا. هوني نورمالمون انا نحط فلفل اكحل نسيتو، يعني حكايه مغرفه نتاع قهوه نحطها في الكسكسي فلفل اكحل نسيتو، راني ديما نعملها سبحان الله وقت اللي نصور في الفيديو نسيتو. الحاسيل وزيدوها راهي تبنن على الاخر، وقت اللي جيت ناكل فقت بها من الاول، وقت اللي نطيب ما فقتش حاسيل وغضتني على الاخر، خاطر حبيت نعملكم التفاصيل الكل والاسيس الكل اللي نعرفهم اللي مسنسه نطيب بهم. الله غالب نسيتوا الفلفل الاكحل زيدوها في المرحله هذيا بعد ما سايي يفور التفويره الاولى يبنوا على الاخر. هوني سايي باش نبدا نحط المرقه نتاعنا كما قاعدين تراو فيها، هكا لونها احمر بالكدا ومزيته هكا شويه بك يعني باللحم العلوش الحاسيلو، وتوا باش نحركو ومن بعد نرجعو يفور تفويره خفيفه، مش باش نخليه برشا نص ساعه ولا حاجه، حكايه 10 دقائق اكا وديجا هو بريسك طايب الكسكسي متاعنا. اما الطريقه هذه والعادات هذه معناتها استنست انا نخدم بها، يعني فما ناس خاطر يفوروه مره واحده ومن بعد لا، ولا ما يفوروه الجمله يصبوا له سقا من الاول ويحطوه يفور على راحته نص ساعه ولا ساعه غير ربع، وفما اللي يفوروا يعني التفويره الاولى ومن بعديك يصب له سقاوي يرجعوا يفور. انا لا، نعمل له الماء ونخليه يبرد ونحرك، ونحب حاجه هكا تكون منظرها مزيان، يعني يجيني كسكسي متاعي طايب في حقه وتجيني كل كعبه وحدها تجيني فاركه منظره مزيان، الكركم يعمل له منظر مزيان يعطيه جو بنينه على الاخر. انا ما نحبش الكسكسي يجي احمر ياسر بالطماطم، وما نحبش الكسكسي يجي معناتها هكا لونه فاتح، هكا متوسط كتحسه كل برتقالي لونه بالضبط بالضبط يعني حسب يعني كيما قاعدين تراو فيه. الحاسيل توا حركته بالكدا وباش نرجعو كيما قلت لكم يفور حكايه 10 دقائق هكا، هو راهو ماهوش برشا، هوني نخليه باش ما يعجنناش خاطر ديجا قلت لكم راهو يتسمى هو طايب. اما نحب هكا السقا يدخل فيه المرقه هذيك تدخل بالكسكسي بالكدا وزيد تبنوا اكثر. ومش باش نحط الكميه الكل، باش نحط اكثر شويه من شطر ولا شطر باش ما يعجنليش. هوني عملت فيه هيك الحفرات هذوكم باش في ساعه يفور، ونخليه. هوني خديت الحمص نتاعنا بعد ما طاب باش نصب له شويه من المرقه هذيك، خديت هكاك الزيت هكا من الفوق باش يعطيه لمعه ولون مزيان. نجمو زاده هذه المرحله تستغنوا عليها تخلوه بالكركم اكاهو. نخليه على جنب وباش نتعدى نحضر الكسكسي نتاعنا خاطرو فور وصايي. خديت هوني تبسي صغير هذايا مش كبير، الاخر الكبير خلطت فيه وهذايا صغير باش نعمل مش الكميه الكل باش نحطها هوني اقل حتى من شطر. وباش نزين الكسكسي نتاعنا كيما قاعدين تراو فيه فارك كل كعبه وحدها لونه مزيان طايب في حقه. حاسيلو كان جيتو تشموا في الريحه وراكم راكم شختوا عليه. انا من هبط لكم فيديوهات كان فيديوهات متاكده منهم اللي هما ناجحين 100% حويجه طياره على الاخر. هكا نتوما ما تنسونيش باك الجيم والابوني وتفعلوا الجرس اذا كنتم جدد، وتحطوا لي كومنتير مزيان كان متتبعيني، وتعملوا طلع على الانستغرام تاعي والباج خاطر فيها برشا حاجات محليهم كيما تراو في اليوتيوب نتاعي مزيانه. حتى الانستغرام والباج زادا كيف كيف تلقاو اللين في صندوق الوصف. صندوق الوصف تنزلوا على العنوان يتحل لكم تلقاو اللين تاع الانستغرام والباج، تعملوا طلع وتشجعوني وتعملوا تشتركوا معناتها. هوني اللحمات وقت اللي نحط فيهم ادجو جمت ونسيت ما صورت لكمش وقت اللي انا نحط يعني الفيديو التليفون مسكر وانا في بالي قاعده نصور. الحاسيلو نهارتها عملت طاجين وعملت كسي وعملت سلطه مشويه، حاسيلو جو افراح عائلي الحاسيلو نسيت باش ننزل ونحل. حطينا الكسي، حطيت اللحمات، حطيت شويه سقا، حطيت حمص زبيب قرون فلفل كيما قاعدين تراو. الزينه هذيا اختياري كل واحد شنو يحب يحط، نجمو تزيدوا العظم، فما شكون يحط عظم، فما شكون يحط زاده في التبسي زاده طاجين من الفوق. انا الطاجين خليته وحده باش نهبطه لكم فيديو وحده.
وهذا الكسكسي متاعنا حضر بنين، يعمل 66 كيف يشهي. ما تنساوش تجربوا تحطوا لي رايكم. الوصفة هذه باش تفيدكم برشا، تسحقوها حتى في رمضان، في ليلة النص، في ليلة 27، عندكم ضياف، عندكم طهور، عندكم فيونساي، تنجموا تعملوا الكمية هذه متاع كيلو. تزازي حكاية والله القياسات كل واحد وكرش وكل واحد الكمية اللي باش ياكلها، ما نجمش نعطي بالضبط. نتصور متاع 10 من الناس إذا كان باش نعملوا صحن ولا حتى أكثر. هاكا شوفوا انتوما العباد اللي عندكم قد باش يجيوكم مثلا في الافراح نتاعكم وتضاعفوا الكميه. وتوا باي باي.